بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده فيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده هعمل جايبه كيلو ونص وراك. وهعمل فاصوليا ناشفه، وهعمل رز ابيض. اول حاجه بقى انا جبت الفراخ ونقعتها شويه بملح وخل وليمون وطماطمايه. نقعتها بقى بملح وخل وليمون وطماطمايه عشان الزفرة. وبعد كده بقى بعد ما نقعتها نص ساعة غسلتها تاني وحطيتها بقى في الحلة زي ما انتوا شايفين كده، وولعت عليها دي وراك فراخ بيضة. برضو الفاصوليا اهوت غسلتها كويس. نقعتها بقى في المية كده، نقعها شوية يجي ساعة كده أو نص ساعة. بعد كده بقى هسلقها أما أعمل ايه التسبيكة بتاعتها. ولعت بقى على الفراخ اهوت، زودتها ميه بقى بعد ما نشفتها على البوتاجاز كده، وحطيت بصلتين وفلفل اسمر وحبهان ومستكه وطماطمايه، وهسيبها بقى ايه تستوي. انا بشكر بقى كل اللي دخل في قناتي جديد من خارج مصر ومن داخل مصر. متنسوناش بقى باللايكات عشان اللايكات بقى هي اللي بترفع الفيديو. حطيت بقى قطعة بصل وثوم اهوت، هسيبها احطها على البوتاجاز احمر البصل والثومه. بعد كده بقى انزل عليها بايه بالصلصه اللي عندي، صلصه جاهزه يعني عاملاها. حطيت زيت اهوت احمر بقى البصله. الفاصوليا برضو سلقتها وغسلتها تاني. بعد ما سلقتها بقى غسلتها وحطيتها بالشكل ده في الطبق دوت لحد ما اعمل الصلصة بقى احطها عليها. البصليات ما تحمر هنزل عليها بالصلصة اللي معايا. نزلت عليها بالصلصة. بعد ما الصلصة غلت نزلت عليها بالفاصوليا اللي انا سلقاها اهوت. هسيبها بقى، حطيت بقى البهارات سبتها بقى كمل سواها. وده كان غدانا النهاردة. فاصوليا اهيت، وده الفراخ حمرتها اهوت، رشيت عليها فلفل اسمر وملح، وده الرز الابيض، وده الشوربه. لو عجبكم غدانا النهارده غدانا يوم الجمعه، ما تنسوناش باللايك. مع السلامه.